سلام عليكم. الفنان الكبير عادل هاشم اللي جمع بين الفكر والتمثيل والإخراج والثقافة. صلى على النبي. كل مننا يصلي عليه ويلا نبتدي الحكاية. اتولد سنة 1939 بالقاهرة. تميز بشخصية مثقفة ثرية جمعت بين الفن والثقافة. عادل هاشم ما كانش مجرد ممثل في الشاشة أو على خشبة المسرح، لكن كان باحث ومخرج وممثل ترك بصمة في كل مجال دق بابه. موهبته ظهرت بدري قوي لما كان لسه في المدرسة، واشترك في قسم التمثيل في مدرسة الناصر الابتدائية بحي السيدة زينب. فضل عادل هاشم كل مرحلة سنية وكل مرحلة من مراحل المدرسة، سواء ابتدائي إعدادي ثانوي، لازم يشترك في قسم التمثيل في المدرسة لغاية ما اتخرج من مدرسة الصعيدية الثانوية بنين. والده كان عايزه يكون محامي كبير، فأجبره إنه يدخل كلية الحقوق، وفعلا دخل كلية الحقوق عشان يرضي والده. لكنه للأسف بعد ما دخل بدأ في الدراسة ملقاش نفسه خالص في دراسة الحقوق، فقرر يحول لمعهد الخدمة الاجتماعية. وأثناء دراسة المعهد الخدمة الاجتماعية كان بيمارس التمثيل وعشقه للفن. بعد التخرج من المعهد قرر إن هو يتقدم لاختبارات المسرح القومي، ونجح فيها وبقى كده ممثل رسمي من ممثلين المسرح. عادل ما اكتفاش ان هو يكون ممثل، لا ده كمان اشتغل مساعد مخرج مع كبار المخرجين اللي كانوا موجودين وقتها، زي عبد الرحيم الزرقاني، سعد أردش، كرم مطاوع. أما أول مسرحية هو يخرجها فكانت مسرحية الأنس، واللي فتحت له بسببها مجال واسع في الإخراج المسرحي، استمر لمدة سنين طويلة. سنة 1970 قرر عادل هاشم رحلة الاغتراب، سافر فرنسا وسافر الجزائر، وهناك عمل دراسة أكاديمية بجانب شغله كممثل. خد الدكتوراه في قسم علم النفس الاجتماعي المسرحي، وهو تخصص نادر جمع بين الفن والتحليل الاجتماعي. في فرنسا اشتغل عادل ممثل ومذيع ومشرف على البرامج العربية في باريس، وده كان في إذاعة باريس وإذاعة مونte كارلو. أما في الجزائر فكان أستاذ بمعهد التمثيل هناك، وساهم هناك في تخرج جيل كبير من الشباب الفنانين على ايديه. استمرت رحلة الاغتراب دي بين الجزائر وفرنسا 13 سنة. من أشهر أعمال عادل هاشم التلفزيونية محمد رسول الله، القضاء في الإسلام، رأفت الهجان، بوابة الحلواني. أما في السينما هدى ومعالي الوزير، رجل لهذا والزمان، 131 إشغال، عفريت النهار، بلية ودماغه العالية. وزي ما انتم شايفين كده، سواء تلفزيون أو سينما، كلها أعمال مهمة ومميزة. سنة 2021 تم الإعلان عن رحيل القدير عادل هاشم بعد رحلة مرضية وصراع مع المرض. كان عمره وقتها 82 سنة. رحل ترك بصمة مميزة جدا في الفن المصري، سواء تلفزيون ولا مسرح، سواء في مصر أو برا مصر. رحلة كبيرة ومميزة من العطاء والإبداع الفني والأكاديمي. ترك كمان سمعة طيبة وإرث فني لا ينسى. دي كانت حلقتنا النهاردة عن الفنان الكبير عادل هاشم، وأنا أختكم همسة، ودي قناتي. من فضلكم ادعموني باللايك والاشتراك في القناة عشان تكبر بيكم وليكم. شكرا جزيلا.